عندك شك ان التيشيرتين دول هما اللي بيمثلوا مصر؟ يعني عندك شك ان التيشيرتين دول هما قطبي الكرة المصرية؟ عندك شك في كده؟ اكيد محدش عنده شك في كده. فاحنا بنتكلم على التيشيرتين دول وتاريخهم واستقرارهم وكل حاجة بتخص الناديين دول، نادي الاهلي العظيم ونادي الزمالك العظيم، هي دي البداية. لكن لما نيجي نقارن بقى بين الناديين الاثنين دلوقتي في الفترة الحالية او في اخر 23 سنة مثلا، خلاها من سنة 2000، هتلاقي هنا في استقرار وفي بطولات وفي ناس بتخاف على التيشيرت ده من ابنائه وجماهيره. اما التيشيرت ده هتلاقي فيه مشاكل وازمات وصراعات ومفيش بطولات وابنائه ما بيخافوش عليه وكل اللي بيمسكه بيعمل مشاكل وصراعات وصدامات هنا، مش عارف ليه. لكن هنا في استقرار وفي حب وفي بطولات وفي انجازات وفي استقرار مالي واستقرار اداري واستقرار فني. لكن لما تيجي تتكلم على نادي الزمالك العظيم بتحزن في الفترة الأخيرة، لكن لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي العظيم بتحس براحة نفسية. جماهير النادي الأهلي بتنام بعد كل ماتش فرحانة وسعيدة، جماهير نادي الزمالك بتنام بعد كل ماتش حزينة ومغمومة وهموم الدنيا فوق دماغها، وحاجة بقى قمة الإحباط وقمة يعني أقول لك بقى إيه، فشل ذريع. فإيه اللي وصل نادي الزمالك لكده؟ وإيه اللي وصل نادي الأهلي لكده؟ يعني في رأيك ايه اللي وصل؟ جماهير نادي الزمالك ما تزعلش مننا، وجماهير نادي الاهلي يعني مش هتزعل ليه؟ ده هتنبسط من الكلام. لان جماهير نادي الاهلي عارفه ان ناديها بيحكموا ناس بتحب بعضها، بيحكموا ناس خايفه على تيشيرت النادي الاهلي، خايفه على تاريخ النادي الاهلي، بتحب جماهير النادي الاهلي وبتعمل لصالحها. لكن جماهير نادي الزمالك عارفه ان في ناس ماسكاها لا بتحب النادي ولا بتحب الجماهير ولا خايفه على تاريخ نادي الزمالك ولا بتدور على اي مصلحه في نادي الزمالك، بتدور على كرسي لنادي كله مشاكل. اما هنا جماهير النادي الاهلي عارفه ان اي حد هيجي يمسك النادي الاهلي هيحافظ على النادي الاهلي وهيعمل حساب لجماهير النادي الاهلي وهيعمل حساب لتاريخ النادي الاهلي. ومن هنا بدات الحكايه، نادي بيطلع لفوق ونادي بينزل لتحت، بيطلع لفوق بايد ابنائه المخلصين وبينزل لتحت بايد مش ابنائه، بايد ادارات تسارعت على الكرسي المكسور، الكرسي المشروخ، الكرسي المنخور البايظ اللي ما فيهوش اي ميزه، ما فيهوش اي ميزه. هنا وصلوا العالميه، هنا ولا شافوها، هنا وصلوا كأس العالم للأندية للمرة ال9، هنا ما وصلوش ولا مرة. ما تقوليش بقى ده وصل مرة والدورة اتلغت، هنا ما وصلوش ولا مرة. هنا ثالث العالم 3 مرات، 3 برونزيات في كأس العالم للأندية، أعلى حاجة. سيبك من أفريقيا 11 مرة، وهنا 5 أفريقيا. سيبك من كام سوبر أفريقي مش عارفين نعد، سيبك من كام كونفدرالية وكأس الكؤوس. هنا كونفدرالية و2 كأس كؤوس. سيبك من السوبر الافريقي الاسيوي والكلام ده، الافرو اسيوي والكلام ده. التيشيرتين دول يا جماعه هم منتخب مصر، التيشيرتين دول هم منتخب مصر. في تيشيرت منهم بيقع، في تيشيرت منهم ممكن ينزل درجه تانية، وتيشيرت بيطلع ويطلع ويطلع ولسه هيطلع ولسه هيعلى. التيشيرت ده عمل اكتر من فرع للنادي الاهلي في كل حته. التيشيرت ده هو الفرع الوحيد اللي عليه المشاكل والخناقات، وفرع اللي عامله لسه في اكتوبر شويه رمله. هنا في التجمع الخامس واكتوبر ومطروح، وهيعمل في المنصورة وهيعمل في كل مكان. التيشيرت ده بيجيب صفقات جامدة جدا، التيشيرت ده مش لاقي فلوس يجيب صفقات. التيشيرت ده عارف يشتغل ازاي فنيا واداريا وجماهيريا. التيشيرت ده لا عارف يشتغل اداريا ولا فنيا ولا جماهيريا. اصحاب التيشيرت ده وجماهير التيشيرت ده على فكرة ما بيكرهوش هنا، الناس هنا بتحب الناس اللي هنا. عارف ليه؟ علشان الناس اللي هنا عاوزه الناس اللي هنا تقف ويبقى قصادهم الند بالند كده، ما بقاش انا كده وانت كده وانت تفضل تهزمني على طول. لا، انا عايزك، الناس اللي هنا عايزه ده يكبر ويقوم وينهض، علشان لما اكسبك سوري هو وقع والله غصب عني، ما هو واقع اصلا، يعني هو وقع مني غصب عني والله. يعني شيرت نادي الزمالك انا بحبه وتيشيرت نادي الاهلي انا بحبه،
وانا الزمهلاوي، قناتك هنا الزمهلاوي. وما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا يا جماعه بس قررت ان انا اجيب المنظر اللي قدام حضراتكم الجميل ده. اعظم ناديين في تاريخ مصر على مر العصور من 1907 و1911، مع احترامي لكل الانديه، اسماعيلي، مصر، اتحاد، ترسانة، منصوره، محله، كله. لكن مصر ومنتخب مصر قايم على الفرقتين دول. لكن في فرقه عارفه تمشي صح وفرقه مش عارفه تمشي صح. فرقه عارفه هي عايزه ايه وفرقه مش عارفه هي عايزه ايه. فرقه ما فيهاش صراعات، حتى لو في صراعات بتتدارى وما بتبانش، لكن هنا في صراعات وظهر وباينه وواضحه، وفضايح في القنوات وفضايح في الجرايد وخناقات ومشاكل وشتيمه في اللعيبه وشتيمه في اي مجلس اداره سابق. هنا لا، مفيش خالص، لا شتيمه في مجلس اداره سابق ولا شتيمه في لعيبه ولا اي حاجه. هنا اتقال لعيبه بتشرب مخدرات وبتشرب سجاير وبتشرب مش عارف ايه. هنا ما اتقالش، رغم ان في مشاكل في كل حته وفي يعني مفيش حد ملاك، لكن هنا مشاكل بالكوم. هنا مفيش. هنا 4 ايقافات من الفيفا. هنا الدنيا زي الفل. هنا ولا صفقه السنه دي. هنا صفقات زي الفل ولاعيبه زي الفل وسكواد 10/10 ومدرب مستقر ومدرب ناجح عشان الاداره منجحاه. هنا المدرب ما قبضش ومش عارف يقبض ومش لاقي ياكل ومش لاقي فلوس. هنا اللعيبه واخده حقها ثالث ومتلت ومعاتها. هنا اللعيبه مش عارفه تاخد فلوسها، لا ثالث ولا متلت ولا رابع ولا مربع ولا واحد ولا موحد، ووحد الله. ايه بقى؟ ايه يا نادي الزمالك في ايه؟ يعني في ايه يا نادي الزمالك؟ قولوا لنا في ايه عشان نبقى عارفين. يعني فهمونا. هنا احسن ليه؟ هتقول لي الرعايه، هتقول لي بياخد مليار و200 مليون وانا باخد 400 مليون. ما هو انت اللي عامل كده في نفسك، ما تستقر. هنا كان في مجلس اداره هنا يطلع يشتم في الناس دي كل يوم. هنا مجلس الاداره ده ملتزم الصمت ومحترم، ما بيشتمش، هنا ما بيتكلمش، بيشتغل بالقانون. هنا يقول لك انتوا حرامية ساعات. هنا ما بيتكلمش، ما بيقولش حاجه، يقول لك احنا ما بندخلش حد عندنا غير الانقياء. الناس نظيفه بتدور على النظافه. لكن هنا رجعوا الساعات 265 مليون مش عارف فين، ايه خدتوا ايه في الشنط الخضراء. هنا الناس ما بتردش. هنا الناس محترمه وما بتردش. مش معنى كده الناس دي مش محترمه. في الحته دي مفيش، لا مفيش. لكن نادي الزمالك غرق بسبب الناس اللي ماسكاه واللي كانت ماسكاه. هنا نادي الاهلي بينجح وبيوصل، هيلعب سوبر افريقي، واخد بطوله افريقيا ابطال الدوري، وهيلعب الدوري الافريقي، وهيلعب بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري، وهيلعب كاس عالم الانديه. هنا هيلعب كونفدراليه عادي يعني، ممكن يلعب سوبر افريقي عادي يعني، بس مش تروح كاس عالم انديه. مش هتروح بطوله دوري افريقيا لابطال الدوري، ما انتش رايح. هنا قدام 34 ماتش هيطلع الاول وهياخد الدوري. هنا قدام 34 ماتش اعتقادي هيطلع السابع والثامن. ليه بقى؟ ليه؟ الجماهير ذنبها ايه؟ يعني انا بس بسال نادي الزمالك، الناس اللي ماسكاه الجماهير ذنبها ايه؟ والدوله ما بتتدخلش ليه؟ هنا الناس دي كان هيقع، والاهلي مش هيقع. كان هيقع زي الزمالك، والاهلي مش هيقع، ولا الزمالك ان شاء الله هيقع. هنا الناس دي عارفه تشتغل صح، وعارفه من اين تؤكل الكتف، باللعب والفن وفي الملعب. هنا يقول لك ده دول بيلعبوا بيفوزوا خارج الملعب، وعادل القيع طلع هناك طرق اخرى. هنا حكام، هنا بيتقال برضه حكام. هنا اتحاد الكوره بيجامل الاهلي في دي بقى. هنا اتحاد الكوره بيجامل الزمالك ايه يا عم اهلي، ده الزمالك وقع. فاحنا يا جماعه لاجل خاطر التيشيرتين دول بنتمنى من نادي الزمالك انه يجي له ناس، انا مش عايز اقول كلمه تتاخد علينا، يجي له ناس بتحب التيشيرت ده وتعمل من اجل التيشيرت، من اجل الخطين الحمر. النادي الاهلي مش محتاج حد يقول له حاجه. لكن بجد التيشيرتين دول يا جماعه هم منتخب مصر. التيشيرتين دول هم تاريخ مصر. اوعى تنسى ماتشات الاهلي والزمالك والديربي في التسعينات والستينات والسبعينات والثمانينات كان عامل ازاي. من اول الالفينات بقى فيه قطب واحد هو اللي مسيطر والقطب الثاني نازل. منتخب مصر في 2006 و8 و10 كان اغلبه من التيشيرت ده، عشان كده مصر خدت البطوله. اي نعم كان على راسه لاعب تاريخي جه في النادي ده اللي هو حسن شحاته، لكن هنا في 2006 و8 و10 كان كل السكواد او 90% من السكواد كان من هنا، عشان كده خدنا البطولات، لان ده كان فايق وده بيضرب بالانس وغطس. فنتمنى لنادي الزمالك انه يصعد وانه يطلع ويكبر تاني. الزملكاويه ما يزعلوش مننا، والاهلاويه
مش هيزعلوا ولا حاجه، لان احنا ما بنتكلمش غلط، احنا بنتكلم في تاريخ وفي رياضه، وبنتكلم ان نادي الزمالك لازم يقوم عشان يبقى قصد الاهلي راس براس وكتف بكتف، علشان احنا نتفرج على كوره حلوه ومنافسه حلوه ونتفرج على منتخب قوي. لكن بالمنظر اللي نادي الزمالك فيه مش هينفع. نادي الزمالك نازل لتحت، نازل كل يوم ينزل. الفيفا بتقول لك ده هيتوقف. ايه يا جماعه في ايه؟ ما ينفعش والله. فنتمنى الخير لنادي الزمالك في الانتخابات القادمه، ونتمنى ان يجي حد يقدر يعرف قيمه التيشيرت ويعمل لصالح نادي الزمالك، ونتمنى من النادي الاهلي انه يكبر ويكبر اكتر ما هو بيكبر كمان، علشان ده شرف للكره المصريه. وفي نهايه الفيديو ما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.